مشاهدينا الكرام متابعي قناة البلاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للوضعية الجوية المتوقعة خلال نهار اليوم تقريبا طيلة هذا الأسبوع سنسجل خلال الصباح أجواء نوعا ما ملبدة، ولكن هذه الغيوم ستبقى جزئية إلى أن تتلاشى تدريجيا وتصبح الأجواء تقريبا على الجهة الشمالية والجنوبية من غائمة جزئيا إلى صافية على العموم. ولكن درجات الحرارة كما قلنا في نشراتنا السابقة نوعا ما ستعرف ارتفاع تدريجي، خاصة على الجهة الشمالية الغربية أين ستصل إلى 28 درجة وأحيانا مع الظهيرة ستصل إلى 30. بالنصبة للوسطى والشرقية الساحلية منها وتمتد نحو المرتفعات تتراوح ما بين 28 إلى 26، ولكن سترتفع تدريجيا مع الظهيرة ستصل أحيانا إلى 28 درجة 29 كأعلى مقياس بشمال الصحراء. يعني الجهة الجنوبية نوعا ما درجات الحرارة فيها ستبقى منخفضة، ولكن أعلى مقياس سيكون بالجهة الجنوبية بأقصى الجنوب يقدر ب40 درجة على شمال الصحراء، وتمتد نحو الجهة الجنوبية الشرقية والغربية كذلك وسط الصحراء تتراوح فيها ما بين 27 حتى 29 درجة أو أقول 39 درجة. بالنسبة لحالة الطقس خلال الأمسية إن شاء الله الأجواء ستبقى صافية على العموم بالنسبة للمرتفعات الشرقية والوسطى كذلك شمال الصحراء، وتمتد نحو الجهة الجنوبية الشرقية للوطن إلى أن تبقى غائمة جزئيا بالنسبة للمدن الساحلية، وتمتد نحو الجهة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية كذلك عين صالح وعين جزم، ولكن هذه الغيوم ستبقى جزئية بدون فعالية. بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله ستبقى منخفضة خلال الأمسية سواء على الجهة الشمالية والجنوبية، ولكن سترتفع نوعا ما على أقصى الجنوب بينها ستصل إلى 24 درجة يعد كأعلى مقياس، ولكن على باقي الولايات الجنوبية تتراوح فيها ما بين 14 إلى 21 درجة. أدنى مقياس يقدر ب6 درجات بالمرتفعات الشرقية للوطن، أما على المدن الساحلية والمدن الداخلية القرب من السواحل تتراوح ما بين 10 درجات إلى 13-14 درجة. بالنسبة لحالة البحر تقريبا سيبقى هادئ على السواحل الشرقية للوطن إلى أن يكون قليل الاضطراب خلال صباحها على السواحل الوسطى والغربية. أما مع الظهيرة إن شاء الله البحر سيبقى قليل الاضطراب هادئ بالنسبة للسواحل الوسطى والغربية أين سرعة الرياح فيه لا تفوق 25 كم في الساعة وستتراوح ما بين 15 حتى 20 كم في الساعة. بالنسبة للسواحل الشرقية اتجاه الرياح سيبقى في اتجاه واحد، ستكون تحت تيارات شمالية شرقية. بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم. كالعادة نختمها بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس. بالنسبة للغروب بالجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة 6:07. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.